بصراحة وبدون مبالغة والله، ولكن لو بتلفوا العالم كله أطيب من طريقتي بمربى الفراولة رح تلاقوا. سر صغير، لو ضفتوه على الفراولة رح يعزز معكم النكهة أكتر، أيضا رح يبرز معكم اللون أكتر. هذا الشيء اللي رح نتعرف عليه خلال فيديو اليوم. حتاكلوا مربى فراولة إشي من اللي بيشتهي قلبكم. هالأيام الفراولة كتير رخيصة بالسوق، حضروها لتاكلوا مربى بشهي. انتوا بس شوفوا لي هاللون وشوفوا لي قوامها قديش بشهي القلب، مع توست وزبدة. أوه، من اللي بيشتهي قلبكم. أحبائي يلا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. وخبرية حابين أخبركم إياها، عملت لكم هيك مجموعة لضلني دايما على تواصل معكم. المجموعة نزلت لكم إياها امبارح بالمنشورات، فيكم تشوفوها أو موجودة بأول بوست مثبت. مجموعة مطبخ ملك عبد العال، بشرفني كتير انضمامكم. وأيضا ما تنسوا تضغطوا لايك لهذا الفيديو لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم أول بأول. ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون 1 كيلو من الفراولة. كتير مهم عنا انه الفراولة تكون فريش تمام، وتكون هيك ظريفة، ما يكون فيها ضربات كتير. ولو فيها ضربات بهذا الشكل يعني يفضل تشيليها بالسكين، ما تخلوها ابدا. حقطع كليات حبات الفراولة بالشكل والطريقة اللي واضح قدامكم. وحابة اني ابلغكم من هلا جيبوا 2 كيلو اذا حابين تعملوا كيلو، لانه زي ما انتم شايفين هاي الايد اللي بتخطف وبتركض يعني خلصت نص الكمية تقريبا. فمن البداية جيبوا 2 كيلو. نظفتها كيف ما شفتوا وقطعتها من النص. انا بحبها قطع كبيرة، ولكن لو بتحبوها يعني تكون اصغر معكم فيكم تقطعوا الحبة ل4. بغمرها بالمي شي 5 دقايق لاتخلص من كليات الاوساخ والاتربة. بعد هيك بغسلها على الحنفية، بنشفها كتير منيح، وبنتقل للخطوة اللي بعدها. كل كيلو من الفراولة بده 500 جرام من السكر. ولكن في إضافة تانية، لو حبيتوا تضيفوا كوب من السكر تابعوا معي الفيديو للآخر لأقولكم إيش البدائل. حغلف كل حبات الفراولة بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم، وبغطيها وبتركها في البداية نص ساعة لتبدأ تزل عندي ميتها. أنا من البداية ما ضفت المكون لحتى إني أفرجيكم الفرق. وبهذا الوقت حبدأ إني أعقم بالمطربانات. هذه الطريقة اللي راح أعقم فيها المطربانات. فيكم إنكم تستخدموها للمخللات، للمربيات، أي شيء بدكم تحتفظوا فيه اعتمدوها. بالمطربان بحط معلقة كبيرة من الخل الأبيض، بعد هيك بخضها كتير منيح كيف ما شفتوا. بعد هيك بمسحها بفوطة كتير كتير منيح تمام. بعد هيك بغمره بالمي السخنة، بغلي المي لمدة دقيقتين على الغاز، وبغمر المطربانات وبتركه ليبرد يعني شي 10 دقايق. بعد هيك بفضيه وبكفيه على وجهه لينشف معي تماما. هيك بكون المطربان عندي تعقم 100%. هون بعد ما مرق عندي نص ساعة، شوفوا لون الفراولة كيف بيكون يعني شوي فاتح. طب أنا بدي أعزز اللون وأبرز النكهة. طب كيف؟ رح أضيف مكون عن جد رح يصدمكم. عندي هون ظرف من الجيلي، أنا رح أخذ منه معلقتين فقط مش أكتر من هيك تمام. هلا المعلقتين فيك تضيفيهم من البدايه، ولكن انا حبيت افرجيكم الفرق بالالوان. صفى عندي لكل كيلو من الفراوله بدنا 500 جرام من السكر، اي ما يعادل نص كيلو، ومعلقتين من الجيلي اللي بنكهه الفراوله. طب لو انت بدك تضيفي كوب من السكر رح تضيفي ظرف الجيلي كامل. بتضيفي على الكيلو ظرف الجيلي كامل، وبتضيفي كوب واحد من السكر، وبتدمجيهم مع بعض بهذا الشكل. وبتكملي نفس الخطوات، بتسكريه وبتتركيه منقوع ما يقارب ساعه ليزيل كليات ميته بالطريقه والشكل اللي واضح قدامكم. شوفوا بسم الله ما شاء الله لونه تغير تماما. عن جد هالطريقه بتشهي غير ريحته اللي رح تاخد معك المربى لمكان تاني. بعد ما غطيته لمدة نص ساعة شوفوا اللون كيف تعزز، وحبات الفراولة برزت عندي أكتر. زلت الفراولة كليات ميتها. وهلأ رح أضيف فقط معلقتين من عصير الليمون تمام. رح أدمجهم كلياتهم مع بعض. بعد هيك برفعه على الغاز لحتى كمل سوا. هون الخطوات اللي رح نعملها أرجوكم ركزوا فيها. ضفت أنا المربى مع السكر بطنجرة، وكيف ما شفتوا ما ضفنا ولا نقطة مي. كل هاي المي اللي نزلت من عصارة الفراولة. طب لو أنا ملك بدي أتركه منقوع لتاني يوم بصير، ولكن اتركيه بالثلاجة. كل الخطوات اللي أنا عملتها بدرجة حرارة الغرفة. بعد ما رفعت طنجرتي على النار وأول ما غلي معي رح تبدأ تظهر عندي رغوة بيضة تخلصي منها تماما. بتركه يغلي لمدة دقيقتين. بعد هيك بنوص الحرارة على الآخر. الرغوة البيضة هاي تخلصي منها تماما كيف ما قلت لكم، لأنه بتفسد لكم التخزين. رح تلاحظوا بعد مرور نص ساعة من الغليان إنه عقد معكي والمي قلت. ما بنتركه أكتر من نص ساعة. خلينا ناخد بعين الاعتبار إنه هو لساته سخن، فحيكون معكي شوي خفيف. أول ما بيبرد معكي رح يعقد أكتر ويشد
تمام. ولو قطعتوه أصغر حتلاقوه شادد معاكم أكتر. أنا لأنه مقطعته كبير. لازم يبرد معاكي على الآخر لحتى ما يعفن معاكي، ساعة ساعتين مش مهم، المهم إنه تاخدي أفضل النتائج، ولحتى كمان يقعد معاكي أطول وقت ممكن. هو تقريبا ما حيقعد أكتر من 6 شهور. فضيته بالمطربانات كيف ما شفتوا. وكتير مهم عنا لما بدكم تطولوا منه المعلقة تكون ناشفة تماما خالية من أي مي. شوفوا ما شاء الله قديش طالع لونه بشهي، وهو عن جد طالع غير شكل. شوفوا هون بس برد يعني هيك تعقد شوي. أنا بحبه قطع، ما بحبه هيك يكون مثل المهروس، بستمتع فيه أكتر. دمتم بخير وباي باي.